السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله تكون خير وسعادة على اصحاب برج القوس في كل العالم كله. اصحاب برج القوس حبايبي، ان شاء الله شهر 6 بأمر الله يكون شهر الخير وشهر الامنيات وتحقيق الامنيات بأمر الله. والنهاردة ان شاء الله هنشوف بعض التوقعات، اتمنى انها تكون توقعات خفيفة وفي نفس الوقت ايجابية بأمر الله. قبل ما نبدأ اي شيء هنسمي الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. اصحاب برج القوس حبايبي، بفكركم باللايك يا حبايبي، وبفكركم بدعم القناة، فعيل الجرس، واللي اول مرة بيشوف القناة يبتدي ان هو يشترك فيها. واللي اول مره بيشوف الفيديوهات بتاعتنا يبتدي ان هو يشير الفيديوهات لاصحابه واخواته واصدقائه علشان قناتكم تكبر بامر الله. هنسمي الله. في كان امر في محكمة، انت كنت مستني النتيجة بتاعته او كده، بس يمكن الامر ده تحول مثلا لنيابة حزبية لميراث، يعني ولاد قُصّر لسه، او مثلا يعني هو ممكن يكون ميراث او على شيء يعني. فالمهم ان هو ان شاء الله النتيجة هتكون لصالحك يعني بأمر الله، بس يمكن دي كانت تالت مرة في المحكمة، وهيبقى حكم يعني نهائي ان شاء الله. يعني هيفرحك، مش هيزعلك يعني. اشخاص بتحاول توقعك بفخ، يعني اشخاص قريبين ومش قريبين. يعني هم قريبين منك ولكن مش قريبين. يعني ازاي؟ يعني انت عارفهم، انت عارف الاشخاص دي، ولكن هم مش موجودين في يعني في حياتك. لا، هم بيترقبوك، يعني هم دايما يترقبوا حركاتك وبيترقبوا حياتك كلها والكلام من ده. هم عايزين يوقعوك بفخ معين، بس انت سبحان الله يعني دايما انت فاهم كل شيء، يعني بتتفادى الأخطاء، انت بتتفادى الأخطاء. هنقول دي مهارة؟ مش مهارة ولا حاجة، بس انت عشان سايبها لربنا فربنا بيبقى معاك. ممكن عندك شريك يكون مسافر أو سافر، يمكن يكون سافر على حج أو شغل حقيقة. انت حاسس بالوحدة شوية. لسه لحد دلوقتي ما اتصلش عليك لما سافر، بس هيتصل ان شاء الله ويطمنك يعني. كمان عندكم زواج برضو قريب جدا جدا، وسفر مع الزواج دوت هيكون يمكن شهر عسل او حاجة. في فرحة حلوة في القلب كده يعني. في بقى واحدة ست، بس ما عايزين بس نشوف اوصافها. الست ديت عامله لكم شيء، ازياكم بشيء من كام سنة. يعني الست ديت جسمها ضخم، عيونها يعني غير مريحة خالص، عينيها مش مريحة. هي بتلبس حاجة كده بتداري وشها، يعني هي بتبقى عينيها بس اللي باينة يعني واضحة. ودايما هي مشهورة بالكحل بتاعها، هي بتحط كحل يعني شديد شوية، شديد كده. الست ديت لئيمة، وعملت ليك سحر، تشويه، تفريق، بتجدد كل شهر تلقائيا كده يعني. معاها كمان واحدة، بس التانية رفيعة، يمكن تكون أختها أو مرات أخ، بس هي ممكن تكون أختها. عندها الحواجب بتاعتها، يعني بين الحاجب وبين العين مسافة كبيرة جدا جدا، اللي هي الرفيعة. برضو نظراتها حادة جدا. الاتنين مش مريحين خالص. هي ان هم متغاظين منك جدا جدا، ويعني كانوا بيتعهدوا ان هم يبوظوا حياتك. يمكن كانت في الأول حياتك ملخبطة، ولكن دلوقتي استقرت. برضو كله من عند ربنا، ولكن احذر منها، لأن هي عايزة تتقرب منك، عايزة تدخل جوه حياتك وتتعمق فيها وتعرف انت بتعمل ايه وايه اللي مش مؤثر فيك ده، وازاي انت مش متأثر بالكلام اللي هي عاملاه لك. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم. طيب، الحروف يمكن يمكن الصاد والحاء واللام، الت،
الألف. في زي محامي كده او شخصية زي كده، يعني انت شاكك فيه في تصرفاته، شاكك في حركاته. آه، يعني كان هو في الاول كان مظبوط، دلوقتي انت شاكك ان هو خد زي رشوة، واقف مع الطرف التاني بس مداري. مهم ان انت احذر منه وخلاص. يعني اشتري منه وما تبيعش. تفاهمين؟ يعني خليه ماشي، بس خلي كمان حد برضو يراقبه. يعني خلي حد كمان معاك، يعني مش يبقى محامي واحد لو هو محامي، او مش واحد يبقى متدخل في الموضوع وخلاص، ممكن يبقى حد تاني برضو. مهم ان انت تحذر وتحاذر وتخلي بالك وتخلي عينك كده مفتحة يعني. عندكم نجاح لأولادكم كمان، نجاح حلو جدا، نجاح يعني مفرح باهر. على صعيد العمل بقى، ان انت برضو انت عاوز تغير مكان شغلك، عملك هتنجح برضو. انت فشلت كذا مرة بس هتنجح ان شاء الله يعني. مش هتبقى مرتاح في الاول، بعد كده هتبقى مرتاح جدا، ويعني هتبقى سيرتك حلوة في المكان يعني. انك انت اصلا نشيط ووراك ملتزمات كتير، وعايز تحسن دخلك، عايز يبقى ليك اسم، يبقى ليك كيان، يبقى ليك مجال. في حاجات كتيرة انت عايز تحققها، يمكن ما حصلتش في الزمن اللي فات دوت، نفسك انت بقى تحققها دلوقتي. بس انت عايز تقف على طريق الصح، عايز حد ياخد بايدك يعني، عايز حد ياخد بايدك لبر الامان. في آه، في مال جايلك، بس مش يعني مش بالدولة بتاعتك يعني المال دوت مثلا ممكن يكون انت لو قاعد مثلا في مصر مش هيجيلك مثلا بالعملة بتاعتك، هتكون عملة مختلفة يعني. هيجيلك ان شاء الله المال دوت وهيسعدك يعني. امر شاغل بالك وشاغل تفكيرك، بس ان شاء الله هتوصل لحل قريب يعني، قريب ان شاء الله هتوصل للحل بأمر الله. طيب في عندكم سلفة يعني، ليكي مكارة جدا يعني، أذياكي جدا جدا جدا، أذياكي بالأعمال والأسحار، بتوقع بالكلام عليكي. انت دايما كده مريضة، دايما مريضة، دايما بتشتكي بحاجات كتيرة في جسمك، وجعاكي وزهقانة وشعرك بينزل جدا، ومش عايزة تطلعي من عتبة بيتك، حتى مالكيش نفس خالص، سايبة الدنيا كركبة حواليكي، عندك كركبة جامدة جدا جدا بسببها. خلي بالك، ولازم تسعي لفك السحر ده، لان هي بصراحة يعني أذياكي جدا جدا جدا، موقعة ما بينك وما بين ناس كتير جدا يعني. خلي بالكم يا جماعة، ما تأمنوش لأي حد، خصوصا في الزمن اللي احنا فيه دوت. يعني لما حد يدخل بيتك، مش أي حد يدخل بيتك، مش أي حد يعرف انت قاعد ازاي، بتاكل ايه، حتى كمان بتشرب ايه. الملابس بتاعتكم يا جماعة ما تشحتوش الملابس. يعني لما حد يقولك انا عايز مثلا من عندك فستان او بدلة، ما تديش حد حاجة مكانك يعني. انت خاف على نفسك، وانا بكلم الرجل والمرأة يعني، ده زي ده. خاف على حاجتك، خاف على حاجتك ومقتنياتك. يعني الناس دلوقتي بقت مريضة، يعني الناس بقت مريضة النفس يعني، مش ما تأمنوش لأي حد كمان. طب في ظرف كده هيجيلك، يا ترى الظرف دوت فيه ايه؟ في ميعاد لحاجة، الظرف اللي هيجي ده في ميعاد لحاجة مهمة، خلي بالك بس. وفي تاريخ انت بتحاول تتذكره، تاريخ مهم جدا جدا لحدث لسه هيحصل. فانت ما انتش انت ناسي ليه ناسي؟ عايزاك تصفي ذهنك شوية، عايزاك تغير جو، نزهة، تعمل كده يعني، يعني تنتقل من مكانك لمكان تاني، حتى لو مؤقت. المهم ان انت تغير حياتك شوية، لانك انت حياتك محتاجة للتغيير ده. يعني انت رجل او امرأة، انا بتكلم الاتنين. انت حياتك محتاجة ده دلوقتي، محتاجة التغيير ده دلوقتي، لان نفسيتك مش مرتاحة يعني اكتر حاجة. بس في شيء هيفرحك، في شيء يعني غير منتظر هيفرحك، في شراء لشيء، في شراء لشيء، شراء يمكن سيارة،
يمكن جهاز، بس جهاز غالي. آه، هتشارك حد برضو، في حد هتشاركه بحرف الب او النون او الالف. الحد ده كويس، هيراعيك يعني، مش ما تخافش منه. انت داخل على مسؤولية جامدة جدا وكبيرة جدا جدا، توسعات لحياتك، توسعات لمشاريعك. هتبتدي اكتر من مشروع كمان، داخل لك دخل كبير جدا جدا، دخل بسم الله ما شاء الله. يعني هيعدي، انا قلت قبل كده في مال جاي لك اكتر من مليون وجه، ناس كتير قالت لي انه جه. طيب النهارده معدي الاتنين والتلاتة كمان، معدي الاتنين مليون والتلاتة مليون كمان. او ناس هتيجي بقى في الكومنتات او تتصل عليا تقول لي منين، هو احنا معانا مش عارف ده، هو انتوا كلكم يعني. انا بكلم مثلا، انا بكلم يعني مليون مثلا من برج القوس، يعني برج القوس يعني نقول مليون حد، يعني بتكلم بكل المليون ده مثلا مش هيجي له. يعني انا مش عارفه، يعني هي مش قراءه خاصه عشان انا يعني تردوا تقولوا الكلام ده. اتمنى لكم كل خير وكل السعاده يا رب. ما تنسوش اللايك، الاشتراك في القناه، بحبكم جدا.